حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى عامله لكم الممبار يا جماعه. الممبار كل الناس بتحب الممبار، محدش ما بيحبوش. بس بصراحه بقى النهارده شاركتني في الوصفه اخت جوزي. هي بقى عليها طريقه في الممبار حكايه. كانت عندي بقى النهارده وقلت لها لا، بقول لك ايه بقى، تعالي اعملي الممبار النهارده وانا هصور، بس انا مش هحط ايدي. وهي طبعا قالت لي حاضر، وعملت الممبار بطريقتها. وطريقة يا جماعة طلعت تحفة. عايزة اقول لكم الممبار اتحط على السفرة بجد اتنسف. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. ويلا نصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوف المقادير والطريقة بتاعة الممبار بتاعنا النهاردة. اول حاجة طبعا هننضف الممبار بتاعنا. الممبار اهو زي ما انتوا شايفين، هي جابته وحطيته في ميه كده. اديته شطفه الاول بميه، وبعد كده ابتدت بقى تقطعه. علشان هو طبعا طويل قوي، فعلشان يبقى سهل اكتر في التنظيف معاها. بعد كده بقى هتقلبه. بصوا بقى طريقة القلب، هنحط السكينة على الطرف بتاع الممبار ونبدأ كده نقلب. هيتقلب معانا بمنتهى السهولة. شايفين ازاي؟ بصوا، بمنتهى السهولة. واحد كمان اهو، بصوا على الطرف حط السكينة او عصاية او سباتيولا، معلقة خشب عندك اي حاجة. بعد كده بقى قالت لي انا هنضف لك الممبار ده بسرعة جدا. قلت لها ازاي؟ قالت لي انتي بتنضفيه ازاي؟ قلت لها انا بجيب بلانشة وبحط عليها الممبار. يعني بحط الممبار كده حتة حتة وبظهر السكينة، وبفضل بقى ايه، انزل بالسكينة كده لغاية ما ايه انضفه. قالت لي لا، دي طريقة بتاخد وقت طويل جدا. بصي بقى زي ما انتوا شايفين كده. قالت لي انت بس هاتيلي صينية يكون ليها حرف يعني بارز شوية، مش متني، مش يعني ما تكونش الصينية متنية، لا تكون الحرف موجود كده ظاهر حد معايا شوية. وزي ما انتوا شايفين كده تحط واحدة الممبار وتروح سحبة بالايد، بتسند بالراحة والايد التانية بتسحب. الايد بتسند والايد التانية بتسحب، مرة في التانية في التالتة كده رايحة جاية لغاية ما بيتنضف معاها. بصوا اللي بينزل. بصوا بقى طلعت ازاي بسهولة. بتعمل لكم لايك اهي، يلا حطوا لايك بقى لو ما كنتوش حطيتوا لايك. وبعد كده بقى اديته شطفة، وبعد كده خدته على البولة ونزلت عليه بقى ب3 معالق ملح كده زي ما انتوا شايفين. وقعدت بقى تدعكه بالملح كده علشان الملح بينضف لو في اي حاجات باقية او اي حاجة الملح بيطلعها. وبعد كده تسحب بايدها كده زي ما انتوا شايفين. وجنبها بولة فيها مية بتحط فيها الممبار، وبتغسله كده تاني في المية وتطلعه برضو، وهتديله مرة تانية الملح. بصوا المية لونها عامل ازاي. لسه كمان يعني المرة التانية هتبقى اروق من كده بكتير خالص. برضو نفس الموضوع، حطيت له ملح وبقت فضلت تدعك فيه جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده برضو طلعته على البولة اللي فيها المية جنبها. بتوريكم اهو ان مفيش اي حاجة ننظف معاها. بصوا بقى المية هنا بقت شفافة ورايقة ازاي. طلعته بقى، اديته شطفة في المية دي، وبعد كده طلعته حطيته في بولة تاني جنبها فيها مية. هوريكم هتعمل فيها ايه دلوقتي. بصوا الممبار بقى زي الفل والمية شفافة ورايقة جدا كده. حطيته بقى في المية. بتقول لكم بصوا بقى المية نظيفة ازاي. انا عايزه اقول لكم انه بجد ما خدش وقت معاها خالص في التنظيف. ده كان كيلو ممبار. اللي عايزه اقول لكم بجد والله ما خدش 10 دقايق في ايدها، ما شاء الله عليها. يعني نظفته بسرعه جدا. اعملوا الطريقه دي بتاعت الصينيه دي او الحله، اهم حاجه يكون ليها حرف ليه سن كده، وتعملوا تسحبوه كده هينضف معاكم بسرعه جدا. بصوا بقى هي حطت عصير ليمون وحوالي معلقتين من الخل في الميه، وسابته بقى يقعد شوية كده حوالي مثلا 10 دقايق ولا حاجة. وهي بتقلبه تاني، بترجع تقلبه علشان تحشيه. ليها طريقة في الحشو مختلفة شوية، هوريها لك دلوقتي. لو انتي هتحشيه بالطريقة العادية ومش هتعرفي تعملي الطريقة دي، يبقى بتسيبيه زي ما هو. احنا بنحشي بتكون الرز جوه، يعني بيكون الدهون اللي بتبقى في الممبار هي اللي بنحشي جواها الرز، عشان الدهون دي بتطري لي الرز وبيبقى طعم الممبار حلو جدا. يعني الدهون بتبقى جوه مش بره. خلاص، هي بقى العكس، هي قلبت الممبار، والممبار دلوقتي ناحية الدهون.
خلاص، عشان هي وهي بتحشي الرز هيتقلب معاها. بصي على الطريقة وشوفي هتعمله ازاي. طيب عندنا بقى للحشو بتاع الممبار، انا كان ده دوري بقى هنا ان انا بس بقطع لها الخضار وبجهز لها الحاجة وهي اللي بتشتغل. عندنا بقى بصل مفروم، بصلتين حلوين كده كبار، وتوم مفروم، وعندي بقى فلفل اخضر رومي وفيهم قرن حامي كده، لزوم بقى الشطشطه الممبار لازم يكون مشطشط، وخضره بقى كتير، كزبره وشبت وبقدونس. وعندي كمان معلقه كبيره من صلصه الطماطم، وكمان طماطم متقطعه مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، يعني حوالي 4 5 طماطميات كده. وبعد كده التوابل عباره عن معلقه صغيره من الكمون، من الكزبره، من الفلفل الاسود والملح ما ننساهوش، وكمان معلقه صغيره من البابريكا والشطه. هي جابت بقى الرز وحطينا عليه الزيت حوالي كده يعني معلقتين زيت عشان الرز يبقى مفلفل معايا، ونزلت بقى بكل حاجه زي ما انتوا شايفين كده، الطماطم بقى والخضره والفلفل والثوم والتوابل وكل حاجة والصلصة. وقلب قلب قلب بقى واخلط كل المكونات دي مع بعض، والريحة خطيرة من قبل الممبار ما يستوي، مجرد ما الحاجات اختلطت كده مع بعض الريحة كانت تحفة. بس كده بمنتهى السهولة. بصوا بقى يا جماعة طريقة الحشو بتاعتها اللي كنت بقولكوا عليها. بصوا الممبار هي كده حطاه ناحية الدهن، بتحط رز على طرف الممبار. عارفين لما حطينا السكينة على طرف الممبار وبعد كده قلبنا الممبار، هي بتعمل كده، بتحط الرز على طرف الممبار وبتدخل فبيتقلب معاها. بصوا بيتقلب ازاي، بصوا هوريكم دلوقتي، هقرب لكم الكاميرا. كان بيتقلب معاها على الناحية التانية وهي بتحشي اهو بالشكل ده. بصوا ركزوا كده هتلاقوا الممبار بيتقلب معاها. طيب لو انتي مش هتعرفي تحشي بالطريقة دي بتسيبيه زي ما هو على يعني على الناحية التانية، وبتحشي على طول يعني من غير ما تضطري انك تقلبيه مرة تاني، هي المرة الاولانية ما بتقلبيهوش تاني زي ما هي قلبته، وبتحشي. المهم ان الرز يكون معاكي جوه ناحية الدهن. خلاص بس كده. بنعمله بالطريقة دي، بنخليهوش مكبوس قوي، بنهوي عليه شوية علشان ما يفرقعش مننا اثناء التسوية. بصوا بيبقى مبطط كده، بنبططه علشان لو اتكبس قوي او اتحشى قوي بيفرقع. شايفين؟ خلصت بقى هي حشو الممبار كله، وجبنا بقى حلة حطينا فيها المية وسبناها لغاية ما غلت. طبعا المية بتكون مغطية الممبار. بصوا مجرد ما الممبار بينزل بيتقفل على طول، هي ما حطتش ولا اي حاجة في المية غير ملح بس ورشة صغيرة من الفلفل الاسود، وبتسيبه بقى كده لحد ما يستوي. هو كده استوى معايا اهو. شايفين لون بقى المية اتغير ازاي، والدهون كلها نزلت بقى في المية ازاي. يعني عايزة اقول لكم بقى يعني التسوية بتاعته ما خدتش حاجة، يعني حوالي مثلا نقول ساعة بالظبط وتشوفيه، علشان او ممكن كمان قبل الساعة علشان ما يفرقعش منك. وهنا بقى جه دوري انا بقى اللي حمرت الممبار. شفتوا بقى انا تعبت ازاي. جبنا بقى جبت الطاسه وزيت، خليت الزيت يسخن للاخر يعني يبقى سخن قوي، ونزلت بقى في الممبار في الممبار ايه نزلت في الزيت بالممبار لغايه ما الممبار اتحمر، وقلبته على الناحيه التانية عشان ياخد نفس اللون، اتحمر كده حلو. ونطلعه بقى بعد كده وتاكلي بقى احلى ممبار. انا لقيت المعلقه بقى مش سريعه معايا، مش بتنجز، فطلعت بالبتاعه دي. والممبار بتاعنا بقى زي الفل. عايزه اقول لكم بجد يا جماعه خطير، ريحته خطيره، طعمه في منتهى الجمال والروعه، ما خدش وقت ولا مجهود، اتنضف 10 دقايق ربع ساعه بكتير قوي، والحشوه اتعملت بسرعه جدا. كل الحاجات ني في ني، بنقطع ونقلب كله في بعض، ولا بنسبك بقى ولا بنقعد نعمل ولا بنضيع في الوقت. الممبار اللي الناس بتقول عليه غلبة وصعب في تنظيفه بنروح ندور بقى على ناس تنضفهولنا وتاخد فلوس، ونضفته حلوة يا ما نضفتوش. لا يا جماعة نضفوه في البيت عشان تضمنوا نظافته وتاكلوا كده بنفس راضية. يلا جربوا، وهستنى رأيكم وتعليقاتكم، وإن شاء الله الطريقة تعجبكم.
وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. ولو عايزين اي وصفة قولولي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم. ويلا باي باي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي يا حبايبي.